لو قررت تبدأ السنة الجديدة بتغيير في حياتك، فانت محتاج تغير من عاداتك اللي مرتبطة بالسلوك، ومحتاج تكون عارف ان في 3 طبقات علشان تغير السلوك بتاعك ده. انك تغير في النتائج، او انك تغير في العملية نفسها، او انك تغير هويتك. الطبقة الأولى اللي هي تغيير النتائج ده مرتبط ان انت بتغير المحصلة النهائية او النتيجة بتاعتك. مثال ممكن تطبقه على نفسك: انا عاوز ابقى اشهر فويس اوفر. اوكي، هتشتغل شوية، ما لقيتش النتيجة اللي عينك عليها، هتكتئب، هتشكك في قدراتك، وبالتالي توقف المجال خالص. الطبقة التانية هي تغيير العملية نفسها، ودي مرتبطة بتغيير العادات والأنظمة بتاعتك. هعمل ايه علشان ابقى اشهر فويس اوفر؟ هتغير ايه في النظام بتاعك؟ والتغيير ده يكون عادات مكتسبة طويلة المدى في حياتك. الطبقة الثالثة والأعمق هي تغيير الهوية نفسها، تغيير معتقداتك، تغير من صورتك الذاتية، تغير من الأحكام اللي بتصدرها على نفسك وعلى اللي حواليك. إنك تكون مؤمن بقدراتك هيخلي عندك السعي مستمر، مهما يقابلك من صعوبات هتعرف تعديها. نجاحك في الفويس اوفر هتشوف انك بتعرف تطلع احسن نسخة من احبالك الصوتية، من ابداعك، من فكرك اللي بيزيد من وقت للتاني. فانت بتكبر ومفيش حاجة حواليك ينفع انها توقفك.